المدرسي لابد ان انا اخصص منه وقت معين لاجراءات السلامه والصحه المهنيه. بقول لهم يا اولاد لو حصل ان في الفصل الفلاني حصل فيه حريق او حصل شرز كهرباء او حصل حاجه، انتوا هتتصرفوا ازاي؟ يبقى الدور الاول والدور الثالث هينزلوا من السلم اللي في اليمين، الدور الثاني والدور الرابع هينزل من السلم اللي في الشمال. يبقى انا قسمت القوى البشريه الى اتجاهين، في نفس الوقت بدربهم في ان هم وهو طالع على السلم يبقى واخد يمين السلم وكلهم في صف واحد، لو هم نازلين بينزلوا على شمال السلم ونزول في اتجاه واحد، عشان خاطر ما يختلطش الامر بينهم وبين بعض وحد يتكعبل تؤدي الى كارثه. فبعض التدريبات البسيطه اللي فيها احنا بننجح في ان احنا نخلي الطلبه دول بيتعاونوا مع بعض وبيتولد عندهم روح الفريق، اللي هو لما يكبر يبقى عارف ان هو لما بيشتغل في اي مؤسسه او في اي شركه، لا ده هو عارف ان هو لما بيتحد مع بعض بننتج منتج جيد.